كارثة في البطيخ، تسمم جماعي في المغرب بسبب البطيخ الأحمر. يا ترى ممكن البطيخة اللي دايما بنعتبرها رمز للصيف والانتعاش تقلب علينا بكابوس؟ ده اللي حصل حرفيا في المغرب لما اتنقل أكتر من 12 شخص اتنقلوا للمستشفى بسبب تسمم جماعي بعد ما كلوا البطيخ الأحمر. ومش بس كده، الناس هناك بدأت تتكلم وتقول إن البطيخ ده مش طبيعي خالص، كبير بشكل غريب ولونه غامق وطعمه مش نفس الطعم اللي متعودين عليه. والمصيبة الأكبر إنه اتقال إن البطيخ ده مزروع بمواد كيماوية ومبيدات بتساعده عشان يكبر بسرعة ويوصل السوق قبل أوانه، بس كل ده على حسب صحة اللي هيشتريه وياكله. الخبر انتشر زي النار في الهشيم على السوشيال ميديا، والناس بدأت تسأل إزاي البطيخ نزل السوق بالشكل ده؟ ده كان لسه بدري عليه. فين الرقابة وفين التحاليل؟ يا ترى ده حصل في المغرب بس ولا في دول تانية ولسه ما أعلنوش؟ في وسط كل ده في سؤال بيطرح نفسه بقوة، هل فعلا في تجار ممكن يضحوا بصحة الناس عشان يبيعوا أسرع؟ ولا الموضوع فعلا إشاعة ومفيش حاجة مؤكدة لحد دلوقتي؟ لكن اللي اتأكدنا منه إن الناس اللي اتسمموا فعلا أكلوا من نفس البطيخة، باقي تحت التحقيقات. يعني قبل ما تقول للراجل هات لي وشق لي بطيخة لازم تبص عليها كويس وعلى شكلها وعلى لونها وكمان على ريحتها، وما تنساش البطيخة السليمة عمرها ما تتجرح. قولوا لي في الكومنتات بتحبوا البطيخ، ولو حصل لكم موقف معاه هتبطلوا تاكلوه ولا هتفضلوا تحبوه؟ ما تنسوش تشاركوا الفيديو مع اصحابكم عشان تحذروا الكل.